انت عارف ليه البنك الاهلي عنده بنك والزمالك ما عندوش؟ عشان الزمالك ما حدش بيعمل له سحب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عزيزي الاهلاوي؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ فرحنا، هيصنا، ضحكنا. نخش بقى على الجد. عندنا شويه اخبار وحصريات، يا ريت تركز معايا عشان كل كلمه في الفيديو ده مهم جدا جدا جدا، وانا هحاول بقدر الامكان ان انا ما اطولش عليك. اولا في اقاويل طلعت من اتحاد الكره ان في قرار طلع من الرابطه ان في خصم 3 نقاط للاهلي، ولحد دلوقتي يقال 3 نقاط 6 نقاط 3 نقاط 6 نقاط، ولحد دلوقتي ما تاكدش اي حاجه. وخرج مسؤول من جوه اتحاد الكوره بياكد الكلام ده، ان القرار كله هيطلع يوم الخميس، والقرار الاخير والفصل في الموضوع ده يوم الخميس ومفيش تاجيل. والاقرب خدها مني اعاده المباراه. الخبر التاني، ويا ريت تركز معايا عشان دي هتفرح جمهور النادي الاهلي. الاهلي اتم بشكل رسمي الاتفاق على ضم محمد شكري من سيراميكا كليوباترا ب 15 مليون جنيه. وكان اتفق الاهلي انه يضم محمد شكري ب 7 مليون جنيه لو هيضمه بعد تاني موسم، وده كان شرط في العقد. بما ان الاهلي ما اشتراش محمد شكري بعد تاني موسم ب 7 مليون، فكده راح العرض ده عليه او راح البند ده عليه، وفي بند تاني موجود اللي هو انا هشتريه ب 15 مليون جنيه منين ما تحتاجني. لو بعد تاني موسم كنا اشتريناه ب 7 مليون. بس الحمد لله، ومحمد شكري بنسبة 100% في النادي الاهلي وفي كاس العالم للانديه. الاهلي هيقابل سيراميكا كليوباترا يوم الثلاث اللي جاي على ملعب المقاولون العرب الساعة 5 عصرا، وان شاء الله بالتوفيق والصدارة الدايمة للنادي الاهلي. زيزو امبارح في التحقيق قال ان هو طلع فيزا سياحية، وده امر شخصي وحر فيه، وهو قال ان انا عايز اصيف هناك. ومش انا الوحيد اللي مطلع تأشيرة سياحة لامريكا، عبد الله السعيد كمان مطلع. واحنا عارفين هو رايح ليه، بس ماشي لحد دلوقتي، وقلتها لك في كذا فيديو قبل كده، الاهلي يتفاوض وبشكل جدي جدا. لحد دلوقتي الاتفاق بيتم، لسه ما تمش بنسبة 80%. عمرو الجزار مدافع غزل المحلة لاعبا في صفوف النادي الاهلي، ولكن جوه الادارة في شكوك، فلسه ما تمتش قوي. فلو مناسب يا رب يتمها، لو مش مناسب ربنا يوفقه. احمد شوبير عبر الراديو: الامور ما بين رامي ربيعة وبين النادي الاهلي محلك سر، يعني مفيش اي جديد في اي حاجة تخص رامي ربيعة. واللاعب تزايد في مطالباته، وصلت ل 40 مليون جنيه. من الاخر باب سد. النادي الاهلي شاكرا قال له انت اخرك الثلاث ماتشات دول تحدد فيهم موقفك، امين امين، مش امين توكل على الله. خد مني بقى الخبر ده وثقة. في حالة ذهول جوه نادي بيراميدز بسبب خسارة ماتشين ورا بعض، وبسبب تراجع الفريق. والنقطة التانية اللي اتأثر بيها نادي بيراميدز هو تأجيل يوريتيتش تجديد عقده عشان جايله عرض سعودي، في ظل ما هاني سعيد أكد وإن هو وصل لاتفاق مع يوريتيتش على الاتفاق والتجديد، فقال لأ لسه أنا قدامي عروض بدرسها، فنتمنى الخراب الدايم لبيراميدز. الخبر الأكيد، أحمد شوبير عبر فيسبوك: اهلي يضم محمد سيحة، ولحد دلوقتي محدش اتأكد من الاسعار، 20 مليون 30 مليون. الاكيد في الموضوع ان محمد سيحة لاعبا، وبرضه قلتها لك على التيك توك لو متابعني كويس جدا، ان محمد سيحة لاعبا في صفوف النادي الاهلي بعد عدم وصول اتفاق مع حمزة علاء وتعاقده مع نادي فرنسي. بعد تعاقد الاهلي مع الحارس محمد سيحة، موقف مصطفى شوبير ومحمد الشناوي غامض جدا جدا، وكل التمني من جمهور النادي الاهلي ان محمد الشناوي على الاقل يطلع اعاره، والفرصه تكون لمصطفى شوبير منفرده. والخبر الحزين، وان ما كنتش اتمنى ان انا اللي اقوله لك، في احتماليه فاقت 90% ان علي معلول مش هيسافر مع النادي الاهلي كاس العالم للانديه. كلمتين بقى بغض النظر عن اي حاجه: علي معلول مش دي الصورة اللي يمشي بيها بالنادي الاهلي. علي معلول تكريما لتاريخه المفروض مش دي الطريقة اللي يمشي بيها. فبعد اذن الادارة، بعد اذن الادارة، لو بتفكر في حاجة صح فتفكر على الاقل في علي معلول في صورته الاخيرة. انا مش بتكلم عاطفيا، بس الراجل ده ما قعدش معاك سنة ولا 2 ولا 3، ده قعد معاك ما يقارب ال8 سنين.
فعلى الاقل حتى لو هتجيب محمد شكري، علي معلول لازم يكون في قائمه كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي. وبرضه لومي على موقف حمزه علاء، ليه سبته لحد اخر وقت؟ طالما انت ما بتستخدمش مصطفى شوبير وحاطط كل الهلب على محمد الشناوي، سبت حمزه علاء، يعني مصطفى مخلوف هو اللي يقعد وحمزه علاء هو اللي يمشي؟ ما هو بالمنطق برضه. بس كده خلصت حلقتنا، اشوفكم الحلقات الجايه، سلام عليكم.